بلاشك بزاف ديال الناس كيتسائلوا عن حقيقة عذاب القبر. واش بصح الانسان كيتعذب في القبر ولا كان فعلا صحيح؟ شنو غادي نديرو في واحد مات غارق، او واحد تحرق ولا رماد، او واحد كلاه السبع، او واحد تكوفر؟ كيفاش غادي يتعذب في القبر وهو ما مدفونش؟ وعلاش الا حفرنا على واحد في القبر ما غاديش نلقاوه كيتعذب في القبر ديالو؟ هادشي كله غادي نتعرفوا عليه في هذا المقطع باذن الله. مبدئيا خصنا نعرفوا باللي ما كاينش غير عذاب القبر، فكما كاين عذاب القبر كذلك كاين نعيم القبر. كما كاينين ناس غادي يتعذبوا في القبر فكاينين ناس غادي يعيشوا نعيم القبر. انت في طريق البحث عن حقيقة عذاب القبر ونعيم القبر ما غاديش تلقى عالم واحد تينفي عذاب القبر، فاللي تينفي عذاب القبر تينفي الحياة البرزخية كلها، لا عذاب ولا نعيم. والله سبحانه وتعالى تيقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. الإنسان فاش يموت تنتقل لواحد الحياة سميتها حياة البرزخ، وهو الفترة الانتقالية ما بين الحياة الدنيا والحياة الأخرى. بمجرد ما تيموت الإنسان تيمر بخمسة ديال الأحوال. الأولى سميتها الضجعة، وهي فترة خروج الروح، عندها كيتكشف الغطاء. قال تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. في الضجعة تيشوف الميت الملائكة قدام عينيه، وكترفع الروح ديالو للسماء السابعة، وبعدها كترجع الروح للجسد وكيتحمل على الأكتاف. المؤمن كما في الحديث تيقول: قدموني قدموني قدموني، فرحان بداك الشيء اللي مقبل عليه. تيشوف الملائكة معها حنوط من الجنة، معها الكفن من الجنة، والحنوط هو الطيب، هو المسك، هو العنبر، هو الكافور ديال الجنة. ولا كانت الروح غير صالحة كتقول: يا ويلها إلى أين تذهبون بها؟ ثم كتجي المرحلة الثانية من مراحل البرزخ، وهي مرحلة الضمة، وهي ضمة شديدة على غير المؤمنين وخفيفة على المؤمنين. وبعدها مرحلة نزول الملائكة، كتنزل الملائكة تيجلس الإنسان، وبعدها تيسولوا 3 ديال الأسئلة: من ربك؟ من نبيك؟ وما دينك؟ وهنا كما قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والمؤمن مباشرة يجاوب تيقول: ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد. كون على بال باللي دابا ساهل كاملين نجاوبوا على هذه الأسئلة، إلا سولتي أي واحد غادي يجاوبك. لكن في حياة البرزخ ما غادي يجاوب إلا الموفق، إلا اللي وفق الله، إلا اللي عاش حياته في طاعة الله. نقدر نقول لك الأمر داير بحال قلت لك غادي نطرح عليك أسئلة وجاوبني وانت سد فمك. من ربك؟ يلا جاوب. عاود ما تنسمعكش. غوت ما سمعت والو. بعدا كتجي المرحلة الرابعة، هي جليس القبر. تيجلس رجل أو امرأة تيجلس حداك في القبر كتستأنس به، فإلا كان الوجه ديالو جميل وحسن تيقول الميت: شكون انت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير وريحك الطيبة. شكون انت؟ تيقول الرجل: أنا عملك الصالح، أنا صلاتك، أنا صيامك، أنا قيامك، أنا تلاوتك للقرآن. فتبقى ملازم هذا الرجل الجميل إلى أن تقوم الساعة. واحد آخر تنزل عنده رجل سيء الوجه، تيخلع، سيء الريح، تيقول ليه: شكون انت؟ ووجهك اللي ما تدل غير على الشر. تيقول ليه: أنا عملك السيء، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وهنا كتجي المرحلة الأخيرة، أن العبد إذا كان من أهل الإيمان كيتقال ليه: شوف في اليسار ديالك. تيشوف في اليسار ديالو كيتخلع، تيشوف نار كتاكل بعضها البعض. كيتقال ليه: هذا مقامك لو كنت عصيت الله. تيشوف في اليسار ديالو تيشوف الجنة، كيتقال ليه: هذا مقعدك لأنك أطعت الله. تيبدا يغوت بكثرة الفرحة ويقول: يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة. أما الآخر تيشوف في اليمين ديالو تيشوف الجنة، تيفرح تيستبشر، ولكن كيتقال ليه: هذا مقعدك لو كنت أطعت الله.
تيشوف اليسر ديالو وكيتخلع، تيشوف النار كتاكل بعضها البعض، كيتقال ليه هذا مكانك لأنك عصيت الله. كيبدا يغوت ويقول يا رب لا تقم الساعة، يا رب لا تقم الساعة. هذه هي حياة البرزخ. شحال تيجلس فيها الإنسان؟ آلاف السنين، ملايين السنين، الله أعلم. لكن سبحان الله هي نومة طويلة. نومة المؤمن نعيم، ونومة غير المؤمن عذاب. فالسؤال المطروح، علاش إلا حفرنا على واحد ميت مدفون في القبر ما غاديش نلقاوه كيتعذب؟ عذاب في القبر يقدر يكون على الجسد والروح، لكن في الغالب تيكون على الروح أكثر من الجسد. أجي نقولوا أنت ناعس في واحد الغرفة وقريب منك واحد الشخص، هذاك الشخص كان تيشوف كوابيس، تيشوف شي حد شادو خانقو تيغوت داكشي اللي عنده، تيعيط لك وانت ما سمعتيش. فاش فاق قال لك راني شفت وكنت نغوت صنعيت لك وما سمعتينيش. فهنا واش غادي تقول ليه؟ ما سوقيش فيك، انا اصلا ما متيقكش حيت ما سمعتش ما شفتش. السؤال الاخر، شنو غادي نديرو في واحد مات غارق او تحرق حتى ولا رماد او كلاوه الاسود او تكوفر في شي بلاصه، المهم ما تدفنش، كيفاش غادي يتعذب؟ خصنا نامنوا ان الله سبحانه وتعالى الا كتب لشي حد العذاب في الفتره البرزخيه فلا بد ما يتعذب الا ان يشاء الله، سواء تدفن او ما تدفنش. فعذاب القبر هو عذاب البرزخ، واي واحد مات مستحق العذاب تينال النصيب ديالو منه، واخا ما يتدفنش، واخا يموت محروق ويولي رماد، يتفرتت، يموت في شي طياره، يموت غارق، يتكفر في شي بلاصه بعيده، تيوصل للروح ديالو داكشي اللي تيوصل للقبور. فهذه هي حياه البرزخ، كتسالي الفتره ديالو عند النفخ في الصور. والنفخ نفختان، النفخه الاولى كيتسعق بها كل من في السماوات ومن في الارض، وما تبقى الا وجه الله تبارك وتعالى. وسبق لنا تكلمنا عن اهوال يوم القيامه، غادي نخلي لكم المقطع في اول تعليق. وكون على بال غادي تلقى بعض اهل الاهواء تنكروا عذاب القبر ونعيمه، وكون متاكد ان هادو قرانيين هما اللي تيعتمدوا على القران وتنكروا السنه، تيعتمدوش على الاحاديث النبويه، ما عندهم ما يديروا بها. ويا ليتهم اعتمدوا على القران، لان القران والسنه تيكملوا بعضهم، لكن هما تيقولوا الايات على اهوائهم. تيقول لك كيبانت لي انا هاد الايه هادي، ماشي كي تيقول المفسرين، وما فاهمين القران فهم ديالهم بوحدو. تينكروا عذاب القبر، تينكروا الاسراء والمعراج، كيدعيو ان دخول الجنه ما يحتاجش المجهود، ما دير لا مجهود لا والو، لا صلاه لا والو، كثير هادشي بزاف، سهل تدخل الجنه. وزيد من الضلالات اللي تينشروها بين عامه الناس. ولا باس اننا نذكروا بعض منهم باش تردوا بالكم، تعرفوا لما تسمعوا وتحذروا الناس منهم. عندنا في بلادنا عندنا واحد معروف مسيلمة العشاب، وكاين منصور علي الكيالي، وكاين عدنان ابراهيم، وكاين محمد شحرور. هذو كلهم راه الناس مخدوعين بهم. مازال محمد شحرور قالها بلسانه، قال انا مرتد، انا ماشي مسلم. تيقول اللي بيامن ما يامنش، هانيه الدنيا. اما اخبتهم هو مسيلمة العشاب ومنصور الكيالي وعدنان ابراهيم. اخوتي راه فعلا انسان تيخطأ، كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التواب. الدعاة تيخطئوا، العلماء تيخطئوا، كاين شي حد ما تيخطاش. لكن كون على بال الله يجازيك بخير الا شفتي شي واحد تيأول الايات على هواه، كيتيبان ليه هو كيتيقول ليه الطنطون ديال راسو وتينكر السنه، هذا رد بالك منه، هذا راه ضال وباغي يضلل الناس، وراه الناس تنصحهم وكتكلم معاهم وتيسبوهم ويعايروهم، ما تيقبلوش النصح، لان هادشي هذا بان لهم خدام، بان لهم تيدخل شويه د المصيرفه. ودخلوا لمواقع التواصل غادي تلقاو بزاف ديال الناس يردوا عليهم، راه ما تيحسنوا قراءه القران والو، عندهم اخطاء كارثيه حتى في الاستشهاد بالايات. كاملين هذا العشاب مسيلمة العشاب وعندنا ابراهيم منصور علي الكيالي ومحمد شحرور. دخلوا لمواقع التواصل الله تلقاو الالاف ديال الردود تردوا عليه. وكاينين علماء ودعاة اللي تيطلبوا المناظره ديالهم وما يقدروش لانهم ما عندهم لا علم لا والو. فردوا بالكم، هادو راه تيدسوا السم في العسل. واجب علي انا كمسلم وواجب على كل مسلم يحذر منه ويرد البال منه. والسلام عليكم.
send me back. Please send me back. I'll pray this time. I'll dump that girl this time. I won't play around with the girls no more. No more cigarettes, no more weed, no more watching things online, no more talking to the guys, no more music, no more disrespecting my parents. I will pray. Allah, please send me back. Tell these angels, hold me down for a second. Send me back, just 2 minutes. Send me back. Oh, let me die with my head on the ground in sajda. Let me die. No, you will not be able to return. They will scream, Rabbi irji'uni. Send me back, my master, please. They will say, Rabbi irji'uni. My master, send me back. Rabbi